انا بقول لك كل الكلام ده ليه؟ عشان خاطر بس آه، اوصل لك ازاي انت اللي تخلي اللي هيشتغل وراك او اللي هيصنع وراك يشتغل صح. لما اكيد طبعا تكون انت عندك من الخبرات اللي تسمح لك بكده. طيب، هنا الجزء ده اللي هو آه، بتاع الجولة عندنا هنا. المفروض ان انا هحط هركب الحتة دي بنفس الشكل زي ما انت شايف كده، ودي بنفس الشكل برضو كده. طيب انا دلوقتي لما هاجي، المفروض ان في قطعة هتتحط هنا كده، هنا طبعا هتنزل تحت، وهنا دي برضو هتنزل هنا كده كده. طيب مظبوط كده. المفروض إيه، ما علينا، خلينا نشوفها بعدين. انا دلوقتي هدخل القطعتين دول جوه الوحدة كده عشان ابدأ اشتغل فيها كده. بوزيشن الزد هيساوي بوزيشن الزد بتاع هنا برضو الليفت دي طر زائد 1/8. وهنا لين الزد هنزود المسافة دي كبيرة، بس خلينا آه، زائد 1/8. كده كده اللي أنا عايز أقوله لك بقى. أنا هنا سيب هنخلي الطول دلوقتي بوزيشن الواي قلنا بيساوي بوزيشن الواي هنا برضو كده، عشان كده تبقى ثبتت معانا خلاص. آه، الهيدن دي مش لازماني، لان انا هسيب الوحده، اخلي الوحده آه، جوله بس، مش هعدل فيها حاجه. وحاجه هنا امسك ال A to R دي، هقول له بوزيشن الاكس بيساوي بوزيشن الاكس بتاع الار اللي زيها اللي هي دي انتر، وبوزيشن الواي بيساوي بوزيشن الواي برضو بتاعها ده انتر، زائد 2 كده عشان يقف بالشكل ده. وبعدين انا بقول لك كل الكلام ده ليه؟ عشان خاطر بس آه، اوصل لك ازاي انت اللي تخلي اللي هيشتغل وراك او اللي هيصنع وراك يشتغل صح. لما اكيد طبعا تكون انت عندك من الخبرات اللي تسمح لك بكده. طيب الرايت برضو الزد ده انتر، زائد 1/8 انتر كده. ولين الزد هنزود عليه بس 1/8 لحد ما اشوف بس هعملها مقاسها كام. بس انا عايز اوضح لك هنا نقطة. طيب هنخلي هنا، بص، شايف انت النقطة دي كده هنا، النقطة دي هنا دي ضعيفة، دي قاعدة على ايه او ايه اللي ماسكها؟ مفيش حاجة ماسكاها. طيب هنعمل ايه فيها عشان خاطر يبقى فيها عصب شوية؟ طيب انا اقدر هنا اني آه حاجة من الاتنين. يعني انا قدامي حاجة من الاتنين، لا انزل آه بدي، لا انزل بالارتفاع ده اخليه، يعني بمعنى اشيل ال1/8 دول كده، وادخل بالقرصة هنا واسمرها واربطها في دي، واربطها في الجزء ده. إيه،
دي حاجة. بس برضو إيه، دي ممكن يعني ممكن هتشتغل هتبقى كويسة. إيه الحاجة التانية؟ ان انا هطلع بيها زي ما كانت، وهربطها وهربطها من الوش هنا في القعدة، ايا كان الطريقتين. بس هنا المسمار هيبقى باين، وهنا المسمار هيبقى باين. بس من القرصة المسمار هيغطيه الرخام. يعني من القرصة المسمار مش هيبان. ما علينا، دي سواء دي او دي مفيش مشكلة، او لو في بصمة للمسمار ايا كان بقى. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا هطول دي، هخلي دي، ده هيدي للي هي اللي واقفة دي عصب شوية. طيب انا هاجي اطولها، اللي هي دي. آه، المفروض ده لين الاكس بتاعها بيساوي، هخليه قد اللي تحت، قد اللي تحت، اللي هو ده لين الاكس ده كده. انت هي كده طولها. طيب انا عشان اخلي الموضوع اقوى شوية، هزود عليه هزود عليه دي، بحيث ان انا اقدر اربط دي فيها من تحت. فاصبحت كده إيه، الجولة لما اربط هنا مسمار، هنا مسمار، دي تتربط هنا كده مسمار بالمسامير، يعني تاخد مسمار او اتنين او تلاتة، واجي اربط دي فيها من تحت. فالموضوع هيبقى هتبقى جامدة شوية، يعني هتطول في عمرها شوية. طيب هاجي هنا عند الجزء التاني اللي هو يساوي، خليه طول ده اهو، انتر، ناقص ناقص 1.8 كده. إيه، ممكن على 45، يعني ممكن تتقطع على 45. بس هي دي، انت لو عرفت تدي دي هنا، لو عرفت تربط هنا مسمار، تربط هنا مسمارين في دي، في الجزء ده، خلاص هي مسكت نفسها، ودول هيتربطوا في القرصة. إيه، بقت الجولة مظبوطة. طيب دي طويلة طبعا، دي هتقصر شوية. وطبعا الضلفة طولها، الضلفة هتقصر برضو. خلينا نشوف هنا الضلفة. الديزاين، الرايت دور اللي نزلت اهي كده. كده المسافة كويسة. اه كده المسافة كويسة، هي دي اللي عايزة تطلع فوق شوية. بس طبعا انا هضطر ان انا اعدل الجولة هنا برضو اللي نزلت دي، نخليها 3 عشان يبقى كده زي ما انت شايف. هطلع بدي سنتي ممكن، لا مش هطلع بيها سنتي، هطلع بيها 1.8. يعني دي المفروض هتطلع فوق 1.8 من هنا. يعني انا لو جيت ممكن اوريها لك، نعملها في فيديو تاني. بس هنا كده الوحدة معانا خلاص هتحكم مقاسها عادي. لو انا مثلا انا كده اعملها كام، المفروض ان انا اعملها 90 في متر، هنخليها مثلا 85 كده، 85 كده اهي، مظبوطة زي ما هي. الموضوع تمام. لو مهتم باللي انا بعمله ده او بالمحتوى اللي انا بقدمه، تابعني، اعمل لايك واعمل شير للفيديوهات، وان شاء الله هتستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.